السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، معكم إسلام من قناة إسلام ديزاد. اليوم إن شاء الله بحول الله تعالى سنتكلم عن مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلانو في نهائي الشامبيونز ليج هنا بإسطنبول، وبالضبط سنتكلم عن رياض محرز وعن السؤال الذي طبعا يتبادر في أذهان الجميع: هل رياض محرز سيكون أساسي أمام فريق إنتر ميلان؟ شوفوا خوتي، أنا أعطيكم رأيي بكل صراحة وبكل حيادية، يعني مش لأني جزائري أو ما إلى ذلك. أنا بالنسبة لي رياض محرز سيكون أساسي، هذا رأيي الشخصي المتواضع. لماذا؟ البعض يقول لك لماذا رياض أساسي؟ هناك عدة أسباب. أول شيء، أنت لما تشوف طريقة لعب فريق إنتر ميلان يملك طريقة لعب مشابهة كثيرا لطريقة لعب توتنهام، اللي هي طريقة لعب اللي تعتمد على المرتدات، الهجمات المرتدة. وفي هذه الطريقة أنسب لاعب هو رياض محرز، وكنا نتذكر بأن رياض محرز كان قد قلب نتيجة مباراة توتنهام رأسا عن عقب بعدما أن كان فريق مانشستر سيتي متخلف بهدفين، وهذا ما يأكد لك بأن رياض محرز سيكون له دور كبير جدا أمام إنتر ميلان. زيادة عن كل هذا، إنتر ميلان ليس بتلك القوة هجوميا، فلذلك لا يوجد عذر لجوارديولا، لأنه في وقت سابق جوارديولا كان يتكلم وقال: أنا نعتمد على برناردو سيلفا لأن برناردو أفضل من رياض محرز دفاعيا. إلا أنه في هذه المباراة السيتي بحاجة إلى أنه يهاجم كثيرا ويباغت لتسجيل أهداف لقتل المباراة أمام فريق إنتر ميلان. وحاجة أخرى، كانت هناك صور انتشرت لجوارديولا يتكلم مع رياض محرز مطولا. أنا شخصيا بالنسبة لي هذه الصور تؤكد بأن رياض محرز قد يكون العنصر المهم في نهائي اسطنبول. شخصيا أعتقد بأن رياض محرز ستكون له أدوار جد مهمة في هذه المباراة، وأعتقد بأنه سيكون أساسي، وهذا يبقى رأيي الشخصي المتواضع. ومن ناحية أخرى، حبيت نبارك للاعبنا الجزائري سعيد بن رحمة بمناسبة تتويجه بكأس المؤتمرات الأوروبية، تلك البطولة التي تعتبر أفضل ثالث بطولة في أوروبا. صراحة من الجيد أنك تشوف لاعب جزائري يسجل في النهائي، وفي نفس الوقت أيضا نبارك لاتحاد العاصمة الذي فاز بالكونفدرالية. يعني صراحة النجوم الجزائريين باتوا يشرفوننا، وكما أننا نتمنى أيضا التوفيق للاعبنا الجزائري رياض محرز، إن شاء الله يكون ختامها مسك ورياض محرز يجيب ذات الأذنين ويتوج كثاني لاعب جزائري يتوج بهذه البطولة الكبيرة والعملاقة والعريقة. إذا إخواني الكرام، هذا ما كان في جعبة اليوم. حبيت أيضا نعتذر منكم عن هذا الغياب الطويل لأنني كنت مريض نوعا ما. الحمد لله أنا حاليا في حالة أحسن، وألقاكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي أمان الله.